السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة عاملين وصفة تحفة سهلة سريعة خطيرة، واهم من كل الحاجات اللي انا قلتها دي هو انه اختراع جديد. يعني ايه اختراع جديد؟ يعني انا اللي اخترعت الطبق ده. انتي اللي اخترعتي صينية السمك. ما كل الناس بتعمل صينية سمك. لا يا جماعة، معلش بقى. الاضافة اللي انا ضفتها على صينية السمك محدش ضافها قبل كده، فمن حقي اخد فرصتي بقى. ده مكون جديد محدش ضافه قبل كده على كل السوشيال ميديا. النهاردة أنا أضفت على صينية السمك مكون خطير. ايه هو المكون الخطير، الاختراع الجديد اللي انت ضفتيه؟ انا النهاردة حطيت التفاح على صينية السمك، ومش عايزة اقولك التفاح ودى الصينية في حتة تانية خالص ازاي. ريحة وطعم وحاجة، يعني مش عايزة اقولك والله خطير، بجد خطير. شايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا بقى نشوف المقادير. اول حاجه في المقادير بتاعتنا، واحنا مش عايزين ننقص اي حاجه من المقادير علشان تطلع معاكي بيرفكته وطعمها تحفه زي ما انا عملتها بالظبط. امشي على الخطوات بالظبط. نص كوبايه من البقدونس، عليهم طماطمايه كبيره متقطعه، وخمس فصوص او ست فصوص من الثوم، ومعانا كمان فلفل الوان وفلفل سبايسي. من الناس اللي ما بتحبش السبايسي ممكن تشيل السبايسي، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تشيليها. عصير ليمونتين كبار، يعني حوالي كده ربع كوبايه من عصير الليمون. وهنضيف هنضربهم، وبعدين نضيف البهارات والملح بتاعنا. نضربهم الاول بس يختلطوا كده مع بعض، وكل حاجه تتفرم. والبهارات بتاعتنا معلقه من الاوريجانو صغيره، معلقه من الكمون صغيره، معلقه من الكزبره، ونحط الملح بتاعنا. مش عايزة اي حاجة تنقص من الحاجات، علشان هو ده اللي هيديكي الطعم البرفكتو المظبوط لصينية السمك زي ما انا عملتها بالظبط. وبما انه اختراع، يعني ما شفتهوش قبل كده، ومش هتلاقي حد عامله قبل كده، لانه ما حدش عمل ابدا ابدا ابدا، وانا متأكدة من الكلام اللي بقوله ده. ما حدش عمل صينية سمك بالتفاح قبل كده، ودي اول مرة هتشوفي صينية سمك بالتفاح في حياتك. زي ما انتوا شايفين كده الصينيه، حطيت بقى في البازي بتاع الصينيه دي صينيه بايركس، حطيت فيها فلفل وجزر وطماطم، واهم حاجه ليمون. اللي شايفاه الاصفر ده ليمون متقطع شرايح. الليمون مع التفاح مش ممكن، ولازم يكون ليمون اللي هو الكبير. لو في مصر والليمون الصغير لا، عشان بيبقى طعمه فورتي وقوي. استخدمي الليمون اللي هو اسمه في مصر ليمون اداليا كبير. فتستخدمي الليمون الكبير ده وتقطعيه شرايح، ويكون طبعا الليمون ما فيهوش ولا واحده مش فريسكا ولا حاجه، لازم يكون فريسكو علشان ما يبقاش طعمه ممرر. ده بقى اللي بيديكي طعم وانتي بتاكلي الليمون، بيبقى مدي طعم كده مكرمل من التفاح، بالاضافه ان هو بيبقى مستوي واخد زي طعم شوي، وبيبقى طعمه كمان كأنه مدي على ليمون مخلل. خطير بجد، يعني مش عايزه اقولك، انتي لازم تعمليها عشان تدوقيها وتعجبك زي ما هي عجبتني وعجبت كل اللي دقها. خطيرة تحفة، مش ممكن. التفاح بتاعنا زي ما انتوا شايفين قطعناه، اللي تحت ده بيبقى طالع جوسي كده وطري، واللي فوق وكمان لما تيجي تقطعي التفاح ما تقطعوش تقطيع رفيع عشان ما يدوبش منك. يعني يكون حلقته تخينة كده، زي ايه، حلقات، بس مش حلقات البطاطس الرفيعة، حلقات تخينة. علشان طبعا التفاح بيبقى فيه سوائل كتيرة وهيطرى منك وهيدوب، فانا عم مقطعاه تقطيعة تخينة عشان تقدري لما تيجي تطلعيه كده من الصينية يبقى شكله حلو ومتوازن ومتساوي. وهنحط بقى شوية من الزيتون الاسود. الحمد لله، معذرة. حبة من الزيتون الاسود، وحطيت كمان شرايح من التفاح بتاعتي المتقطعة زي ما انتوا شايفين. دخلناه الفرن بقى، قلنا له اذهب كده وسير على بركة الله. طلع من الفرن بالشكل الخطير القمر ده. طعم بونو بيرفكتو خطير، تحفة. مش عايزة اقولك بقى، يعني الطبق بيتكلم عن نفسه، والطعم والريحة اخر جمدان. لو شفتي بقى الفيديو للنقطة دي ما تنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. وما تنسيش تعملي الاختراع الجامد ده، ولو عملتي الاختراع الجامد ده وعجبك اكتبي لي في الكومنتات. وما تنسيش تشيري الفيديو علشان ما حدش عمل الوصفة دي قبل كده، عشان تنتشر وانتي تستفيدي وغيرك يستفيد، وانا كمان ابقى فرحانة ومبسوطة ان انا بستمر معاكم والناس بتشوفني وبتشوف وصفاتي. وبون ابيتي.